السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ العودة من بعد الغياب اخيرا. رجعت بعد فترة كنت قاطع عن الفيديوهات بسبب ان انا كان عندي امتحانات وشغل بس خلاص رجعت لكم اهوت. وحلقة النهاردة خلينا نقول كده هي حاجات انت لازم تاخدها في الاعتبار لو انت فنان خداع بصري. والسؤال او الموضوع اللي دايما بيتحكالي من فنانين الخداع البصري وهو احنا مثلا فلان بيرخم علينا لما نيجي نعمل له خدعة. هناخد الموضوع ده واحدة واحدة. انا في الاول عايزك تفهم ان في حاجات لازم تاخدها في الاعتبار. ما ينفعش تكون بتبرفورم وانت مش مهتم بالحاجات اللي انا هقولها دي. طيب اول حاجة عايزك كده تبص على معظم الماجيشنز اللي في الوطن العربي عاملين ازاي، من حيث بقى شكلهم، طريقه البرفورمينج، الحاجات دي كلها. هتلاقي ان المعظم، انا هنا مش بتكلم على حاجه بعينها، بس مثلا هتلاقي المعظم ايه، تحسهم شكل واحد، نفس الستايل، نفس حلقه الشعر مثلا. تلاقيهم كلهم مثلا مربين شعرهم وعاملين مامبون مثلا والصور تقليديه قوي. يعني خليك كرييتيف. انا مش عايزك تبان اللي هو اللي يشوفك اول ما يشوفك يفتكر مثلا فلان، لا، انا عايز ان اللي يشوفك او يشوف صورتك مثلا يعني يقدر يميز بينك وبين اي حد هو شافه قبل كده في الوطن العربي. دي حاجه هتخليك مميز، وهي ببساطه انك ما تقلدش حد. قبل كده كان طالع داني دا اورتيز، وده واحد من ضمن العمالقه في مجال الخداع البصري وخصوصا بالكوتشينه. كان بيقول ان هو بيحب جوان تماريز، وده برضو واحد من عمالقه العمالقه في المجال، وهو اتعلم منه لدرجه ان الناس كانت تقعد تقول له انت شبه جوان تماريز، فيقول لهم شكرا، ده يعني شرف ليا. بس مع الوقت قدر داني دا اورتيز يغير من ستايله ومن شكله وشكل لبسه وهكذا لحد ما بقى داني دا اورتيز. فعادي انت في الاول ممكن تبقى شبه حد بس ما تقلدوش. ممكن تبقى شبهه في البرفورمينج، شبهه في حاجه، لان هي دي البروسيس، هي دي الطريقه. بس ما توصلش بيك لدرجه ان والله العظيم في ساعات فيديوهات بتظهر لي لناس طريقه كلامهم نفس طريقه كلام ماجيشنز تانيين، بنفس الكلام بنفس حركات الايد. لا الموضوع ده مش طبيعي. فانت عايز تتميز، عايز انت تصطاد كده من ما بين المجموعه دي، اننا كلنا في مركب كده، عايز انت الوحيد اللي تختار من ما بين المجموعه دي. لازم تبقى متميز في الحته دي، لازم يبقى ليك ستايلك نفسه في البرفورمينج. كل خدعه تاخدها زي ما بنقول كده بالبلدي تحلبها، تشوف ايه اكتر طريقه ممكن تخليك تعمل الخدعه دي باحترافيه في نفس الوقت بكرياتيفيتي، ما تكونش بتقلد حد. طب الحاجات دي بتيجي ازاي؟ بتيجي بالمذاكره والممارسه. طيب هنذاكر ازاي؟ هنذاكر من الكتب ومن الدي في ديز. زمان انا كنت مقتنع ان المذاكره في الماجيك هي انك تجيب الكتاب وتقرا منه وتبدا تفهم الدنيا ماشيه ازاي وكده. بس الموضوع طلع مش اصح حاجه لسبب. هو ميزه الكتاب هو انك بيخليك تتخيل وتعمل الخدعه بطريقتك انت. بس في حاجات مثلا معتمده على السايكولوجي، زي ان انا مثلا تعالى اديك مثال. عايز مثلا الشخص اللي قدامي يختار 4 كلوبس مثلا، خلاص، وبقول له قول ستوب في اي مكان. هنا مثلا حابب تغير رايك ولا لا؟ تمام. فانا هنا اجبرته يختار 4 كلوبس او ايا كان ايه الكارت اللي انت عايز تجبره يختاره من غير ما هو يحس. طب ازاي؟ هنا انا لعبت على دماغه، ما لعبتش بالكوتشينه. الموضوع هنا الخدعه دي كانت سرها في السايكولوجي بتاع الخدعه. فانا صعب قوي اشرح لك او ابين لك حاجه زي دي في الكتاب. انت هتتخيلها ازاي؟ يعني لو السر مثلا بتاع الحركه هي ان انا بقول له مثلا 9 دايموندز، بقول له مثلا قول ستوب، هو قال ستوب بدري شويه وانا عايز اخليه يقول ستوب تحت شويه. فانا بقول له حابب تغير رايك ولا لا؟ لا، تمام، احفظ. فهنا شوف انا عملت ايه، لعبت بالسايكولوجي. مش هقدر اوضح لكم قوي الصراحه لان الموضوع يعني ايه متقفل عليه. لو انت مهتم تتعلم باحترافيه ابعت لي على رقم الواتساب علشان تبدا بقى يعني تغير من مفهومك عن الماجيك وتغير اساليبك وازاي تبني الكاركتر بتاعتك زي ما غيرك كتير قوي عمل. حركه زي اللي انا عملتها انا مش هعرف اشرحها في كتاب، فانت لازم تدرس من الكتب ومن الدي في ديز. وده برضو مش كلامي، ده كلام داني دا اورتيز، وهو اللي لفت نظري للموضوع ده. انا كنت دايما احس ان الكتب بوكسر جولد، يعني مش اي حد، ما فيش حد بيحب يقرا قوي يعني. فتخيل بقى تفضل تمسك وتفصص كل حاجه وتتخيل انت بدماغك، هو ده اللي الكتب بيعمله. لكن في حاجات انت مضطر تقلد او تفهم الطريقه بتتعمل ازاي، لان بيبقى فيها كذا حركه في نفس الوقت. زي ان مثلا اقول لك قول ستوب في اي مكان، احفظ الكارت كويس بالعلامه، تمام، هناخد شويه كروت نحطهم هنا وهنا، مع ان اصلا في الحقيقه بص في جيبي كارت. كل ده صعب اشرحه لك في كتاب، لكن سهل قوي ان انا اشرحه لك في دي في دي عشان تبقى فاهم الطريقه حصلت ازاي. فاللي حصل هنا ايه، انا دلوقتي معايا الكوتشينه، قول ستوب هنا، تمام، بتحكم في الكارت اخليه اخر كارت اهو. بعد كده بعمل بريك على اخر كارت. لو قدامي طاوله بحط مجموعه، وانا بحط المجموعه الثانيه بنزل ايدي، فاهمين يعني؟ اهو خلاص انا باقي بريك على اخر كارت، بحط طق، خلاص الكارت دلوقتي في ايدي. يعني انا دلوقتي لو شبيت مش هيبقى باين قوي. لو انا واقف قدام شخص مش هيبقى باين ان ايدي فيها حاجه، خلاص، وبتكلم عادي ومش عارف ايه،
واقوم جاي حاطط ايدي في جيبي، ده كارتك اصلا في جيبي من البدايه. هنا ده برضو يعني انت ممكن تفهمها من الكتاب، بس تبقى اسهل لك قوي لو انت عرفتها من DVD. طيب النصيحه اللي انا عايز اقولها ايه برضو؟ النصيحه اللي انا عايز اقولها هي انك ما تعترضش على ردود الناس. يعني ما تقولش ده فلان بيقول لي انت ما بتعرفش تعمل خدعه كويس، ده انت مثلا ضعيف او انت مستواك قليل. ما تزعلش لما هو يقول لك كده طالما انت مش دارس كويس. مع احترامي لاي حد، انا كنت زيك، انا كنت في مكانتك وكنت زيك، وكان بيتقال لي اكتر من كده بكتير. زمان بقى ما كانش في حد مثلا بيطلع زي ما انا بطلع دلوقتي ينصح الناس في الماجيك ويقول لك على حاجات تعملها وحاجات ما تعملهاش، ما كانش فيه. فكان كل ده بقى بيجي على دماغي، وكنت كمان اصغر منك. انا هنا بتكلم على الناس اللي هي بتبعت لي. يعني لو انت ماشي على الموضوع صح وواجهت المشاكل دي، ساعتها هنا دي تبقى مشكله ونقدر نحلها. بس ما تكونش انت مش محترف او مفكر نفسك محترف بس انت ما تعرفش كفايه في المجال وتقول لا ده بيطلعوا يعملوا لي رغم ان انا محترف وفي ناس قدامي بتعمل خدع قويه. هي مش بتحسب كده خالص. انا عايز اقول لك ان اللي فاهم كويس في الماجيك، يعني مثلا لو معايا كوتشينه ومش محضر حاجه، المفروض اعمل حاجه امبرومتو يعني ارتجاليه، يعني من غير تحضير. خلاص انا مش محضر، خد يا عم كوتشينه واعمل. اقل حاجه هقدر اعملها ايه؟ هي ان انا مثلا اخلي الشخص اللي قدامي يفكر في كارت مش عارف ايه. فكرت في ايه؟ 5 سبيدز. هعمل بس كده، همشي على الكروت هلاقي ان في كارت واحد اتقلب. كل ده حصل قدامكم قدام عينيكم. كارت ايه؟ 5 سبيدز. كان ممكن يفكر في اي كارت تاني. شوف، عايز اقول لك الخدعه دي ارتجاليه، انا ما حضرتش حاجه حرفيا. الكوتشينه كلها كانت مقلوبه، بس في ثواني انا قدرت اعمل معجزه بكوتشينه ممكن تكون كوتشينه مش كوتشينتي. انت لازم تمشي كويس على الاساسيات بتاعه الماجيك، الحاجات اللي فعلا هتخليك محترف. يعني انت ممكن تكون متعلم خدعه 2 3 4 متعلمهم كويس جدا، بس برضو دول مش كفايه. انت بفكرك ان ده كفايه بس ده مش كفايه. واي نعم انت مهما يكون مستواك هتقابل ناس رخمه، خصوصا هنا في الوطن العربي الناس مش متقبله فكره الماجيشن، طبيعي تنتقد سهل قوي. بس ما تستغربش لو انت ماشي غلط وتقول هي الناس بتقول عليا كذا وكذا ليه؟ ما هو انت ماشي غلط. انت تستغرب بقى لو انت ماشي صح والناس بتنتقدك برضه. ساعتها هنا هنبدا نبص على الموضوع نشوف فيه ايه. ده طبعا باستثناء الناس اللي هي بتهاجم وخلاص. في ناس كده سلبيه لما بتلاقيك احسن منهم في حاجه بتبقى لا ازاي ده يعمل بيعرف يعمل الحاجه دي وانا ما بعرفش. هنا في مصر كده تحس ان الموضوع بيتشخصن شويه. هو ازاي بيعرف يحول الكارت وانا ما بعرفش احوله؟ يعني مثلا هو ازاي بيعرف يعمل الحركه زي دي مثلا دي وهو ما بيعرفش يعملها؟ هو تلاقيه لا انا مش متقبل الفكره دي. يعني الناس ما بتتقبلش الفكره بتاعت انك بتعمل حاجه مختلفه، طبعا الا من رحم ربي. يعني باستثناء ده خالص انا مش بتكلم هنا على الهجوم السلبي، انا بتكلم هنا على الانتقاد من الناس اللي فعلا شايفين ان انت لسه مستواك ضئيل الى حد ما. اي نعم مش الناس اللي هتكرر ده، ولكن في ناس بتبقى قاعده انت من غير اي حاجه ممكن تعمل خدعه بسيطه جدا يتجننوا، حرفيا يتجننوا. وناس تانية تعمل لها خدعه قويه قوي قوي يقول لك ماشي تمام مش احسن حاجه. الموضوع سره ايه يا جادو؟ هو انك تدرس كويس وتمارس كويس. لو انت بقى مهتم تدرس كويس وبعيدا عن الكتب والDVDs، انا ملخص لك الموضوع ده في متابعه اسبوعيه وشهريه عشان بقى تعلي الليفل بتاعك في الماجيك، تبقى انت في حته والناس كلها اللي بتبرفورم حواليك في حته ثانيه خالص. الكلام هنا طلع لك من واحد بقاله 11 سنه في المجال، دراسه، خبرات، عملت خدعه على الاف الناس يمكن ملايين الناس كمان. ناس مصريين، ناس اجانب من الهند، من الصين، من امريكا، من مختلف بلاد العالم، ناس كبار في السن، ناس صغيرين في السن، ستات، رجاله، عواجيز، عضو في بينجون ماجيك، ميرفس ماجيك، ثيري 11 في الIMS. يعني من الاخر كده انت هتبقى داخل لي وانت مطمن باللي هتاخده، وفي نفس الوقت السعر مقارنه بالاسعار اللي بره لا تقارن. فما تضيعش وقت وابعت لي على الواتساب، هسيب لك الرقم تحت في البايو. بس كده دي كانت حلقه النهارده. قولي تحت في الكومنتات عايزين الفيديوهات الجايه عن ايه، وما تنسوش ال3 حاجات اللي بنتكلم عنهم دايما: تصلي على النبي وتقرب من ربنا، تهتم بصحتك وشغلك وحياتك. بس كده يا شباب، بحبكم جدا، سلام.